السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة في موضوع جديد، موديل ان بليس سويب. هو قبل كده احنا عارفين ان ريفت موفر لنا اننا نعمل حاجات مختلفة غير الاليمنتس اللي موجودة جوه الريفت من خلال بليس كومبوننت. وفي برضو اوبشن اننا نعمل الكلام ده بس جوه الموديل يعني من ما يعني انا في بليس كومبوننت كنت بعمل بجيب فاميلي، بعمل انسيرت الفاميلي وبعمل لها بليس، وبحطها في مكان ما انا عاوز يعني. طيب لو انا عاوز اشكل حاجه وانا واقف جوه الموديل، هلاقي في حاجه في تاب ستراكشر كومبوننت، في بليس كومبوننت تحتها موديل ان بليس. يعني لو ديت وظيفتها يعني إنها نعمل حاجة موجودة في المشروع، ويعني ما ينفعش تاخدها توديها حتة تانية كلود، إنك تعملها لود فاميلي يعني. لأن اللود ليه علاقة بالفاميليز اللي بنعملها بلسه كومبوننت، زي ما هو موضح في الشرح بتاع كل حاجة. لكن هنا هشكل الحاجة جوه المشروع بتاعي. ولو ضغطت هلاقي بيقول لي اختار الكاتيجوري، هلاقي في كل الكاتيجوريز ديت موجودة. فأنا هختار مثلا، أنا عاوز أعمل سلاب إيدج في اللبشة هنا في المشروع ده، فاختار structure foundation، دي الكاتيجوري بتاعتي. هو يقول لي اختار الاسم بتاعها، ماشي خليها structure foundation أو slab edge مثلا، slab edge. اوكي. بعد كده هلاقي في فوق هنا في solid extrusion، وديت blend، وديت revolve، وديت sweep. السويب دي اللي احنا بقى هنشتغل عليها، اللي هي عبارة عن باث. انا بحدد الباث بتاعي، وبعد كده برسم البروفايل، والبروفايل ده بيلف حوالين الباث. في سويبت بلند دي اخر حاجة. فهندخل جوه سويب. اول حاجة بعملها برسم الباث بتاعي. فانا مثلا عاوز اعمل بيك باث، اختار الباث يبقى الخط ده. تمام، انا كده خلصت، مش عاوز حاجة تاني في الباث. فاعمل له صح فين الشيدت مود، هو بتاع الباث. تاني حاجة هختار البروفايل اللي هو هيمشي، يعني اللي هيلف حوالين الباث ده، يبقى حوالين الشكل ده كده. فأقول له edit بروفايل، يقول لي اختار الفيو اللي انت هترسم فيه البروفايل. فأقول له سيكشن 16، اللي هو السيكشن ده أنا كنت عامله قبل كده سيكشن 16 الأوبن فيو. ماشي، عايز أعمل شكل السلاب إيدج كده مثلا، اختارها كده كده كده، اي حاجة يعني الشكل البروفايل اللي انت عاوزه. فالشكل ده هيلف حوالين الباث اللي انا عملته. اول حاجة finish edit mode بتاع البروفايل، وبعد كده بتاع السويب، بعد كده بتاع الايه الموديل بقى. ماشي، هو اتعمل عاوز اشوفه بقى، فاروح على 3D الاقيه موجود كده. انا رسمت الباص يبقى حوالين اللبشة كده، وده البروفايل مشي على امتداد الباص. لو عملت الباص حوالين اللبشة بالكامل هيروح ماشي على امتداد اللبشة بالكامل، وهكذا. ممكن برضو إن أنا أروح على ليفل 1 وأعمل edit boundary، وأختار أفرغ البلاطة دي، أعمل تفريغ كده كده، فرغتها. تاني حاجة أنا عاوز، خلينا نشوفها برضو في 3D، هي في فراغ جوا كده.
عاوز اعمل بقى ايه؟ سلاب ايدج حوالين لا بس نشيل الحاجات ديت مؤقتا عشان ما تخناش. انا عاوز اعمل سلاب ايدج تبقى نازلة ويبقى فيه اللبش على منسوبين، يبقى فيه هنا منسوب وهنا منسوب. فانا هعمل برضو امر سويب structure component model in place foundation structure foundation، خليها سلاب اتش 2. سويب، بعد كده بيج باث، ده 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 قبل ما أعمل السكشن أخرج برا الأمر، أخد سكشن هنا تمام، وأفتح السكشن تمام. هي دي اللبشة. فأنا هعمل structure component model in place foundation slab edge 2، بعد كده sweep، بعد كده big path. خلصت الباث يبقى صح. بعد كده section edit profile، خلينا ننزل ده شوية. وأقول له صح، صح تاني، صح تالت. أروح ألاقي اتكونت بالشكل ده، نروح نشوفها في 3D، ألاقيها لفت كده حوالين اللبشة بالشكل ده. طيب أنا عاوز أعمل بقى إيه لبشة تانية على المنسوب التاني ده. أروح على الليفل بتاع اللبشة وأقول له structure foundation slab rectangular. مش عارف على أنهي منسوب، هو ليفل 1 هيبقى سالب مثلا 200، هنشوفها ماشي. فتبقى نازلة بالشكل ده. خلينا نشوف اللبشة على الارتفاع ده أو كده، أيا كان يعني نغير المنسوب. المهم الفكرة وصلت في إن أنا إزاي بستخدم أمر سويب، وأتمنى حضراتكم تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.